بمنطقة سيدي بشر بوسط الإسكندرية تقع مقابر الأتراك خلف مقابر المسلمين المقابلة لشاطئ البحر، موقع متميز قد لا يراه المرة أو لا يعرف تاريخه المواطنون السكندريون جيدا، فهو كان أشهر المعسكرات البريطانية خلال فترة الحرب العالمية الأول، تحمي المقبرة بوابة حديدية كبرى دخلها فيناء به نصب تذكاري مدون عليه أسماء الجنود والضباط اللذين قتلوا أثناء فترة الحرب العالمية الأولى وقت الاحتلال البريطاني لمصر. ورجع تاريخ المقبرة الجماعية أثناء الحرب العالمية الأولى التي استمرت حتى عام 1918 وسببت في خسائر عديدة ووصل عدد القتلى إلى 10 ملايين مواطن وجندي. وفي تلك الفترة أقامت القوات البريطانية معسكرا للأسرى بمدينة الإسكندرية تحديدا في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وأسرت 1315 جندي